السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله عن الانتقالات اللي حصلت في آخر فترة بالنسبة للنادي الأهلي. عودة محمود تريزيجيه لبيته ومكانه الطبيعي، ده أمر يعني الأهلي خلص منه. وبإذن الله طبعا أشرف بن شرقي موضوع كبير جدا، عمل ضجة كبيرة جدا بالنسبة للزمالك وجماهير نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك. أنا هتكلم في حاجة. آه، يعني احنا في احتراف أولا. ثانيا، هو لما كان بيلعب في نادي الزمالك ما أثرش في نادي الزمالك في أي حاجة. تمام. بل أدى لآخر لحظة. تمام. وموضوع الفلوس اللي أثر في نادي الزمالك، عشان في مشاكل في نادي الزمالك ومشاكل كبيرة جدا جدا جدا، هتاخد لها فترة لغاية ما بإذن الله ما تخلص. أخد 2 دوري، وأخد السوبر الأفريقي. تمام. عمل كل حاجه في نادي الزمالك. ان انت هتيجي مثلا، يعني جماهير نادي الزمالك، انا بسمع، انا اصحابي كتير الحمد لله من جماهير نادي الزمالك، ان هو اصلا كان بيلعب في نادي الزمالك واحنا اللي عملناه واحنا ما اعرفش ايه واحنا ما اعرفش ايه. لا، انا قلت يعني الواحد يكون صادق في كلامه. ان هو تمام، نادي الزمالك جابه. تمام. شال الوبرة اللي كانت عليه. تمام. ما كانش اساسي تقريبا في النادي اللي كان بيلعب فيه، وفي الهلال السعودي ما كانش اساسي. نادي الزمالك جه شال الوبر اللي عليه، وخلاه أشرف بن شرقي رجعه للملاعب تاني. وهو عشان يثبت ان هو لاعب كويس، تمام، اشتغل على نفسه كتير جدا، والحمد لله رجع نفسه واخد بطولتين مع الزمالك، وكان اساسي. اللي كان بيبعده طبعا كان الانذارات والاصابات لا قدر الله. مشي اشرف بن شرقي طبعا ان هو كان عايز فلوس زياده، وان الزمالك ما فيهوش فلوس. مشي، اخد بعضه ومشي. يعني احتراف ولاعب محترف. وده طبعا لاعب محترف، اي حد في مكانه هيعمل كده. مش هيقول بقى ان هو اهلي وزمالك لا، احتراف هيمشي. هيلاقي في عقده مليون 2 مليون دولار زياده، هيمشي، هياخد بعضه وهيمشي لو انت ما اتفقتش معاه. الموضوع خلص كده واتقفل. تمام. وبعد كام سنة النادي الأهلي فوضى ورجعوا للنادي الأهلي. الموضوع بالنسبة للنادي الزمالك، الموضوع يعني الجماهير ما تزعلش. انت هتزعل ليه؟ الراجل عمل بما فيه الكفاية، عمل كل حاجة في نادي الزمالك، والحمد لله جاب بطولات لنادي الزمالك، وكان كويس جدا وكان مخلص جدا في نادي الزمالك. وربنا ان شاء الله يوفقه ان شاء الله في النادي الاهلي. موضوعه خلص، وهو خلاص بقى في النادي الاهلي، خلاص الامور خلصت. وده لاعب محترف، لاعب محترف. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.